السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة جديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة وفي المتناول ديال الجميع. اليوم جبت لكم هذه الوصفة هذه معروفة عالميا، يعني وصفة ديال الرز اللي كترطب البشرة ديال الوجه وكترجعو فواحد البياض لامع، يعني بياض زوين بزاف. سيدتي الا استعملتي هذا الماسك هذا، يعني هذه الوصفه هذه غادي تحصلي على واحد النضاره في البشره ديالك، وغادي توحدي اللون في البشره ديالك، بالنسبه خاصه بالنسبه للنساء اللي عندهم البشره فيها بعض البثور، يعني فيها بلاصه داكنه وبلاصه بيضاء. الا استعملتوا هذه الوصفه هذه غادي توحدوا اللون في البشره ديالكم. كيف ما كتعرفوا بالفوائد ديال الرز، فيه بزاف ديال المكونات صحيه بالنسبه للبشره. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه سهله بزاف. غادي تاخدي 2 معالق كبار ديال الرز اللي عندك في الدار، عندك العادي ديري، عندك الكلاصي ديريه، ماشي مشكل. غادي تاخدي 2 معالق وتزيدي عليهم 2 كيسان ونص ديال الماء حتى 3، وتخليهم حتى يطيبوا مزيان، يطيب الرز يتحلل، يعني يطيب مزيان. وتصفيه، تاخدي هذاك الرز وتصفيه باش تحصلي غير على الماء ديال الرز بحال هذا الشكل. هذا باقي ما مصفيش، يعني فاش غادي تاخدي الرز وتصفيه من هذا تاخدي الماء ديالو تصفيه، غادي يبقى لك الماء. هذاك الماء غادي تشديه وديريه في الثلاجه، يبات الليل كامل في الثلاجه حتى الصباح. وغادي تاخدي من داك فاش الصباح، فاش غتاخدي هذاك الماء غادي تلقايه شويه جامد، يعني بحال الشكل ديال الجيلاتين. وغادي تاخدي من هذاك الماء غادي تستعمليه على الوجه ديالك وحتى على العنق ديالك ولا اي منطقه بغيتيها تفتح في اللون ديالها في الجسم ديالك. غادي تستعمليه حتى على البشره ديالك حتى تينشف، ومن بعد تغسليه ودهني باي كريم عندك في الدار، ولا الا ما عندكش الكريمات ممكن تدهني باي زيت صحيه، ولا ما عندكش الزيوت ممكن تستعملي عير ماء الورد. هاد الوصفه هذه كدار يوميا لواحد المده غير وجيزه، وغادي يبان لك الفرق في البشره ديالك. وهاد الوصفه واحد النصيحه كاع البنات اللي مقبلات على الزواج الله يسهل عليهم، هاد الوصفه هذه غادي تفيدهم بزاف 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 في توحيد اللون ديال البشره ديالهم. كنتمنى احبائي الاعزاء انني ما نكونش طولت عليكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم، وانكم تدعموني وتشجيعات ديالكم باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه مقبله باذن الله.